أن تغتسل الغسل من الجنابة. هل يشعر الموتى وخاصة الذين فرقونا حديثا بأي مشاكل عائلية؟ نعم، يعني هل يعرف الموتى المشاكل العائلية بعد موتهم ونحو هذا؟ مسألة سماع الموتى مسألة حصل فيها يعني كثير من النقاش وكثير من الخلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أن الأموات يسمعون إذا شاء الله، وهذا الذي قرره أصحاب العقائد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم شارح الطحاوية وغيرهما من أئمة الإسلام ممن قرروا أن الأموات يسمعون إذا شاء الله، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فينصرفون عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل المشركين في بدر: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على أهل القبور، والسلام لا بد أن يكون له فائدة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنفية وبعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن الأموات لا يسمعون، وحملوا حديث يسمع قرع نعالهم على حالة خاصة، أي وهم ينصرفون عند دفنه، أما بعد ذلك فلا. وحملوا حديث بئر بدر والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي على المشركين على خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الله أحياهم له ثم لا يسمعون بعد ذلك، وأوردوا في هذا أثرا عن بعض التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وحملوا حديث السلام على أهل المقابر بأنه دعاء لهم بالسلامة، السلام عليكم أي السلامة لكم من العذاب ومن الهوان ومن ظلمات القبور. والراجح هو القول الأول، وهو أن الأموات يسمعون إذا شاء الله لا في كل حال، وليس معنى سماع الأموات أنهم يجيبون أو أنهم يغيثون أو أنهم يعطون أو أنهم يمنعون، بل مجرد سماع مجرد.